عنوان حلقة المباراة: لغز الأجانب في النادي الأهلي. النادي الأهلي فريق كبير، ومع ذلك مفيش غير أجنبي واحد بيلعب في الملعب وأربعة قاعدين على الدكة. بنتكلم عن كل واحد فيهم، وهل في حد فيهم يستحق إنه يلعب أساسي ولا المدرب كلامه صح. بداية من أشرف داري لما النادي الأهلي تعاقد معاه كنا نأمل إن هو يعوض محمد عبد المنعم، بس إصاباته كثيرة. أشرف داري ما يقلش عن المدافعين المصريين، يعني هو زي المدافعين المصريين، ما بيعرفش يطلع بالكرة تحت ضغط، وبدليل إن المدرب النهاردة بيلعب بياسر إبراهيم وياسين مرعي. احنا النادي الأهلي جاله عروض لأشرف داري والنادي الأهلي تمسك باللعيب. بتتمسك ليه باللعيب؟ طول ما المدرب الفني مش مقتنع بيه. ادي رقم واحد. طب اشرف بن شرقي ممكن نقول ان الجناح المصري اللي هو تريزيجيه في نفس قوه الجناح الاجنبي، فممكن نتقبلها ان اشرف بن شرقي يقعد دكه لتريزيجيه، وهما الاثنين هيلعبوا مع بعض مع مرور المباريات، وهنستفاد بالاثنين ان شاء الله.